ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده هنكمل باقي قصتنا ونشوف موضوع ايمن ده. ايمن مين؟ هو اسمه ايه؟ اه، رامي. رامي ومامته. هنشوف بقى قصة الرعب اللي ما بينهم، ويا ترى مامته دي عايشة ولا ميتة؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الجزء بتاعنا. ويلا بينا نبدأ قصتنا، بس قبل نبدأ لازم نسمي بسم الله ونصلي على النبي. وطبعا مش هفكركم، اشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ قصتنا. المهم، نمت وصحيت وقعدت عادي، بس بعديها كده قررت ان انا اخرج. ووقفت قدام القصر مستني تاكسي. لقيت احمد الحارس جاي وبيقول لي: يا استاذ رامي، يا استاذ رامي، حضرتك مش هتلاقي تاكسي هنا. مش هلاقي تاكسي؟ طب وبعدين؟ انا عندي ميعاد مهم لازم اروح. اعمل ايه دلوقتي؟ طب ما تاخد عربية جدك يا استاذ رامي. جدي؟ هو جدي عنده عربية؟ طب يلا الحقني بالمفتاح. وبعد ما ركبت العربية ومشيت، رحت مطعم حلو قوي وقابلت هناك سالي وقلت لها: تصدقي يا سالي، السواقة هنا صعبة قوي، أصعب من أمريكا بكتير. طبعا يا رامي، السواقة هنا أصعب من بره. المهم، انت وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا سالي. المهم يا رامي، بكرة هبعتلك الشغالة عشان تروقلك القصر. لا يا سالي، ملوش لازمة، البيت متروق وزي الفل. ايه يا رامي، انت مكسوف ولا ايه؟ ما تعملش فرق. ابدا يا سالي والله، بس جدي كان سايب في القصر حرس وشغالين كمان، سايب لهم مرتبهم في البنك لمدة 20 سنة قدام. ايه ده؟ واو، تصدق جدك ده باين عليه باشا بجد. المهم يا سالي، انا بكرة عايزة اجي عندكم عشان اقابل باباكي. وبعد ما خلصت مقابلتي مع سالي وروحت القصر، دخلته ودخلت اوضتي، لقيت نادية قاعدة على السرير. وقلت لها: ايه ده؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ وايه اللي انتي لابسه ده؟ كنت معاها مش كده؟ هو انت بتحبها صحيح؟ ايه ده؟ انتي عرفتي منين؟ هو انتي بتراقبيني ولا ايه؟ ايه، قلقانة عليها؟ طب انا بحذرك، ما تقابلهاش تاني لو خايف عليها. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ هي ناقصة؟ صباح الخير يا ست غالية. صباح النور يا أستاذ رامي، الفطار اللي انت بتحبه جاهز. ايه ده يا ست غالية؟ وانت عرفتي منين الفطار اللي انا بحبه؟ اصل الست والدتك كلمتني وقالت لي على الفطار اللي انت بتحبه. وفعلا قعدت افطر، ولقيت نادية جاية وقعدت جنبي على الفطار وبتقول لي: بالهنا والشفا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك تقعدي جنبي هنا وقاعدة ازاي كده جنبي عادي؟ اقعد براحتي، اصل ده بيتنا وانت اللي جاي هنا ضيف عندنا. لا لا يا جماعة، الموضوع زاد قوي. ايه يا نادية ده؟ هو مين اللي بيت مين؟ ده بيت جده ولا بيتك ولا بيت مامتك ولا بيت مين؟ يا جماعة، فعلا الموضوع يخوف. هي نادية دي هتطلع ايه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي. استنونا.